صباح الجمال، يا صباح الفل، يا صباح كل حاجة حلوة على قلوبكم يا أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. النهاردة جات لنا عزومة مفاجأة. التليفون رن كده في عزومة. ايه يا جماعة، مش تقولوا قبلها ولا ايه بالظبط؟ لا مفيش أي حاجة، بس على مين ما نسكتش أبدا. يلا بعضينا مع بعض نعرف هنعمل ايه النهاردة، أكلتنا في عزومتنا النهاردة، وهنقدم ايه لضيوفنا، وهنعمل كل حاجة مع بعض. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا عايزين نبدأ بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده نجهزها معانا هي خلطة المحشي. خلطة المحشي أنا سبكت وجهزت أول ما التليفون جالنا، وبس ما لحقتش اصوره الصراحة، فخلاص بقى قلت هقلب معاكم الخلطة بتاعتنا. ايه هي الخلطة بتاعتنا؟ ادي الرز بتاعنا، وانا بحب اضيف بصلايه نية كده مقطعاها صغير، تمام. والبهارات بتاعتي بحب اقلبها مع الرز قبل ما بضيف الصلصه بتاعتي. ايه هي البهارات؟ معايا معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه من السبع بهارات، والملح بتاعي، ومعلقه صغيره شطه. لو مش حابه تحطي الشطه ما تحطيش، ده حاجه ترجعلك. والخضار بتاعي، وهمسك بقى الخلطه الجميله اللذيذه ديت اديها كده تقليبه محترمه مع بعضها، عشان الرز بتاعي يبقى متشرب من البهارات ومن الخلطه بتاعتي الجميله ديت. قبل ما هنزل بالصلصه، انا لسه ما ضفتش الصلصه. شايفين الريحه بقى؟ مش قادره اوصف لكم ريحه ايه الجمال ده. قبل ما نضيف اي حاجه، السبع بهارات مع الكزبره مع الفلفل الاسود مع الشطه مع الملح مع الخضار، حاجه كده ايه الجمال ده بجد والله. يعني احنا قلنا اول حاجه هنجهزها هي خلطه المحشي، علشان نجهز المحشي بتاعنا يبقى سهل بالنسبه لنا كل حاجه. هبدا دلوقتي انزل بالصلصه. ادي نزلنا بالصلصه بتاعتنا، وبرده هنبدا نقلب كده. اعذروني بقى ان انا بستخدم ايدي، بس المحشي عايز ان انت تقلبي بايدك عشان كل حاجه تبقى متجانسه مع بعضها. فانا هقلب الصلصه كده واقلب الخلطه بتاعتنا واجهزها واوريها لكم. معايا بقى هنا دقارين بط همت بلدي حلوين ملزلزين كده، تربيه ايدينا وحياه عينينا. حطيت هنا ميه غلت اهي يا جماعه، ومعايا بصلايه انا اهي قطعتها قطع صغيره، دعكتها بشويه فلفل اسود وحاجه بسيطه جدا من الكزبره. همسك البطتين دول اديهم مساج حلو كده بالبصل، وبعدين ننزلهم في الميه اهو زي ما احنا شايفين كده. تمام كده، مسكت البطه اديت لها مساج من كل حته كده بالبصله. هنزل بقى دلوقتي بيها في قلب الميه بتاعتنا دي، تمام. وكده ابقى خلصت من حاجه تانية، مش محتاجه ان انا خلاص. انا هحط لها بس التحابيش بتاعتها اجهزها مع بعض اهوت. هي بقى التحابيش بتاعتي هنحط ورق غار، تمام. هحط فلفل اسود اسفه، فلفل اسود حب، مش هحطه ناعم، هحطه مستكه وحبهان، واي بقى تحابيش انت حابه تحطيها. عندي برضو بصلتين اهم اتقطعتهم وطماطميتين، هبدا ان انا انزل بيهم كده. وتفرجي بقى على احلى شويه شوربه بط، حاجه كده فاخر من الاخر. وهغطي عليهم وانساها بقى تستوي براحتها، بس هقلبها بس كده على صدرها زي ما احنا شايفين، لان احنا عارفين ان الصدر بياخد اكتر وقت سوا عن الاوراق، بس كده مش اكتر ولا اقل. حابه ان انت ممكن تضيفي جزر ضيفي، تضيفي فلفل ضيفي، التحابيش اللي بتتحط على الشوربه دي على حسب راحتك انت، فاللي انت عايزاه حطيه. بس انا كده هغطيها بقى واسيبها تستوي مع براحتها مع نفسها، ونشوف هنعمل ايه تاني. من بين اللحمه بيبقى عندنا يعني ساحت، وبعدين حطيت فيها مستكه اي ماده دهنيه، بس انا ما حطيتش حبه
انا بقول لهم وهنبدا نشوح اللحمه بتاعتنا تشويحه حلوه كده. هننزل باللحمه بتاعتنا كلها. تمام. هنزل دلوقتي ببصلايه وبس، مش هحط البصل كله، هنزل دلوقتي ببصلايه مع قلب اللحمه تتشوح، وبعدين لما اجي اضيف الميه هضيف لها بقيه الحاجات. معايا ده بقى بصلتين انا قطعتهم وطماطميتين، هاخد بصلايه كده واحده زي ما احنا شايفين كده مع بعض، هنزل على اللحمه وهي بتتشوح كده. ومعايا مش هضيف فلفل اسود ناعم، لا انا هضيفه حب اهوت. انا حبيت احط الفلفل الاسود حصى ليه يا جماعه؟ عشان احنا عارفين ان الفلفل الاسود الناعم مع غليان الشوربه بيسودها، فانا حبيت ان انا احطه حصى. لو عندك اي بهارات وحابه ان انت تحطيها مع مثلا مع شوربه او كلام من ده حصى بيبقى احسن. دلوقتي برضو هحط ورق غار ومعايا حبهان بس كده. هدي بقى اللحمه بتاعتي تقليبه كده، ادي اللحمه بتاعتي كده وشايفين. هغطيها بقى واسيبها تتشوح مع نفسها كده شويه، وبعدين نرجع نضيف لها بقيه نضيف لها الميه ونضيف لها بقيه المكونات. احنا بدأنا من زمان يعني، بسم الله ما شاء الله. احنا ماما خلصت نص الحلقه. اهوت المحشي يا جماعه، شايفين الصابع؟ صابع جميل جدا اهو. كبير ولا صغير؟ قولوا لي وسط كده. انا بحب احشي المحشيه الصغيره. صباح الفل يا دودو. صباح الخير. مش تقول لهم صباح الخير؟ ايه العسل اللي ماما هتلف بقى معاكم واحده كده. ايه العسل اللي صباح الخير يا بطه. ايوه بدأنا بقى. هيحشي معايا، لسه قايم من النوم وهيقرفني وهضربه. واسكت يا دود، اسكت يا دود. هيحشي، شوفوا بيحشي مع تيتا بس يا بطه. محشي مهبب بهباه. اسكت بقى. هضربك يا دودو. تيتا مش عايزاك تساعد. قوليني كده المحشية بتاعتك. امسك. لا 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 السكينة لا هتعور مين. اهو يا جماعة بقى نخلص الحلة كده واوريها لكم على طول اول ما نخلصها.